بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. أزول في اللون متى هلام متى الحوالنون، إن شاء الله هاتي لي مكل لاباس. اليوم راح نبارطاجي معكم لامونة. وصفة هايلة والله، من زمان وأنا حبيت نشارك معكم وصفة كيما هذه. وصفة ولا أروع، مقاديرها بسيطة بطبيعة الحال. أكيد أنه مقاديرها متوفرة في كل بيت. واش نحتاج هنا؟ نحتاج كاس نتاع حليب يكون دافي، نحتاج هنايا نص كاس نتاع سكر عادي، وربع كاس نتاع زيت. بالطريقة هذه كما قلت لكم مقاديرها بسيطة جدا وفي متناول الجميع، يعني ما تكلفش بزاف. هنايا عندي مغرف كبيرة نتاع خميرة الخبز، عندي شوية نتاع الملح، شوية فقط، ونخلط المكونات كامل في بعضهم بالطريقة هذه. نخلطهم مليح حتى يتجانسوا المقادير كامل في بعضهم بالطريقة هذه. ومن بعد نجيب الفارينة ونبدأ نلوح بشوية حتى تتعجن لي، يعني حتى تتعجن العجينة. هنا نزيد الخميرة الكيميائية بالطريقة هذه، ونزيد لها الفارينة بالعقل حتى تتلم لي العجينة نتاعي كامل، ويعني تكون عجينة تكون طرية شوية الطريقة هذه. شوفوا كيفاه هنايا بعد ما عجنتها، يعني تعجنيها لمدة دقيقتين. هنايا عجنتها لمدة دقيقتين ونخليها تريح. هنا ما بيد نخليها تريح، هنايا نجيب راح نخدم لاكريم باتيسير. هنايا هنا درت 2 كيسان نتاع حليب، ودرت 2 مغارف نتاع سكر عادي، وهنا درت 3 ملاعق نتاع مايزينا، ونخلطهم كامل في بعضهم بالشكل هذا فوق النار. ونبدا يعني نبقى نحرك، يعني ما تغفليش عليها، نبقى نحرك حتى تتخثر لي بالشكل هذا. شوفوا كيف هنا بعد ما تخثرت لي نطفي عليها. بعد ما نطفي عليها نجيب الزبدة ولا المارغرين، اي حاجة عندك، ونلوحها فيها. هنا ثاني زدت لافاني بالطريقة هذه هكا. هنايا راني طفيت على النار، لازم تطفي عليها الساع، ومن بعد ديري لها المارغرين والفانيليا بالشكل هذا. هنايا شوفوا بعد ما ارتاحت هذيك العجينة نتاعي، بعد ما ارتاحت درك نقسمها على 2 خبزات. شوفوا هنا الكريمه نتاعي ندير لها بابي فيلم ونخليها باه ما ديرليش هذيك القشره. شوفوا لهنايا خرجوا لي 2 خبزات، يعني ما شاء الله. هنايا نجيب البلاطو وندير عليها بابي كويسون هكا. دونك هنايا نجيب القرصه ولا الخبزه الاولى ونقرصها بالطريقه هذه، ونزيد القرصه الثانيه ثاني نجيب لها البلاطو وندير عليها البابي كويسون ونزيد نقرصها عليها. بعد ما نقرصهم نخليهم يخمروا لمده تقريبا، انا خليتهم تقريبا 30 دقيقه بالطريقه هذه. هنا بعد ما خليت الخبزات نتاوعي يزيدوا يتخمروا شويه، هنا جبت الكريمه نتاعي لاكريم باتيسير، زدت لها لاكريم شونتي، ونجيب الباتور ونضربهم بالطريقه هذه هكا حتى يتجانسوا في بعضهم مليح. والله لاكريم شونتي هذيك تزيد بنه هايله في لاكريم باتيسير. شوفوا لهنايا الخبزات نتاوعي بعد ما خليتهم ريحوا لمده 30 دقيقه. شوفوا لهنايا، يعني انا خليتهم مده لا باس بها، وانتم يعني تقدروا تخليوهم ربع ساعه على حساب الجو اللي عندكم ولا على حسب المكان اللي حطيتوا فيهم الخبزات. هنايا جبت صفار البيضة ونديرهم عليهم كامل، ومن بعد ندخلهم للفرن باه يطيبوا. شوفوا هنايا بعد ما طابوا لي جاو ما شاء الله حمورة، يعني حماروا لي بيان. شوفوا كيفاه جات هشوشة وطرية مليح. درك راح نقسمها بهذاك الموس هذاك تاع المنشار. بعد ما قسمتهم هكا على 2 هكا
جاو يعني خفاف روعة. هنايا بعد ما قسمتهم نجيب لاكرام تاعي ونبدا نديرهم كامل فيهم. درك تشوفوهم في الشكل النهائي بعد ما يعني زينتهم. درت لهم سكر غلاس ودرت لهم مربى والمعجون مربى المشمش وزينتهم بالشكل هذا. هذيك درت لها خبزة درتها بالسكر غلاس وخبزة درت لها شوية نتاع كاوكاو بعد ما رحيته ودرته يعني الجود من الموجود. كل وحدة دير وتزين كيما حبت. يعني انا زينتهم بالشكل هذا. شوفوا بعد ما قسمت لكم الحبة هذه او الخبزة هذه شوفوا كيفاه جاتني ما شاء الله وجات هشوشة وبنينة خاصة البنة. اذا هذه هي الوصفة نتاعنا لنهار اليوم.